يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على النبي بقى عليه الصلاة والسلام. نسمي الله ونشوف هنعمل غدا ايه النهاردة. انا عندي فاصوليا خضرة كده، كنت محتارة اطبخ ايه، فكنت حطاها في التلاجة ونسياها وكده، فلقيتها يعني قلت ايه نطبخها النهاردة ونمشي يومنا والحمد لله. عندي شوربة فهعملها بالشوربة. عندي بقى الفاصوليا هقطعها بقى بالشكل ده، عاوزة تقطعها كبير صغير، انا مش بقطعها صغيرة قوي يعني، مقطعاها كده عشوائي كده ايه، بالشكل ده. قلت اقطعها بقى معاكم كده. كل يوم الواحد بيبقى محتار مش عارف يعمل اكل ايه، فيعني الحمد لله رضا وهتمشي وكده. انا كان عندي شوربة في التلاجة برضو، فقلت ايه نعملها وكده ونمشي يومنا النهاردة. هعملها بقى معاكم بطريقة حلوة قوي، ان شاء الله هتعجبكم وهتحبوها، يعني الطريقة اللي انا بعملها بيها. طبعا في الشتاء بقى الواحد بيحب يطبخ على طول، الخضار والحاجات دي بتبقى حلوة في الشتاء وكده. انا كنت بقى عاملة عيش منشفة، عيش كده في الفرن، بحب اكله العيش الناشف دوت جنبها، مش عاملة رز، وكان عندي مخلل وكلنا بيهم وكده. دلوقتي انا هغسلها بقى غسلة حلوة قوي اهيت، ومعايا بقى حلة على النار احط فيها شوية زيت، احط بقى حبة زيت كده على الحلة ديت. هو يعني طبق فاصوليا صغير يعني مش كتير، يعني على قدنا وكده، يعني ايه نمشي بها يومنا وخلاص، عشان الطبيخ عندنا لما بيبات محدش بياكل. هجيب بصلاية بقى حلوة كده اخرطها اهي، خرطها برضو معاكم كده. متنسوش بقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ودايما نسمي كده واحنا بنطبخ الاكل عشان ربنا يبارك فينا في الاكل. ولما صلى على النبي نستغفر دايما وكده، يعني دايما نستغفر برضو واحنا بنغسل مواعين بنعمل اكل كده، يبارك في الاكل مش يبارك فينا. خلاص البصلية كده انا خرطتها، ادى بقى تشويحة حلوة كده. عندي بقى فصين توم كده مفرومين برضه هحطهم على البصلة اهي، بعد ما يعني قربت تاخد لون وكده، فحطيت اللي هو ايه التوم المفروم، بيخلي الفاصوليا حلوة قوي وبيديها ريحة جميلة. يعني التوم مش على كل الاكل وكده يعني، بس هي الفاصوليا لما بتتعمل بالطريقة ديت لازم أن تحط لها توم. هفضل بقى اقلب فيهم كده لحد ما اللون بتاعهم يدخل كده على يصفر يعني، او التوم بالذات يعني لونه يصفر وكده. بعد كده بقى ايه هنحط الفاصوليا بتاعتنا. يعني انا مش هحط الطماطم الاول والصلصة وكده، لا انا هنزل بالفاصوليا الاول، اديها بقى ايه تشويحة مع البصل والثوم والبهارات، بتاخد طعم حلو قوي وبتبقى ريحتها حلوة قوي. خلاص بقى كده انا هجيب الفاصوليا اهو، اللون الثوم لونه اصفر كده، والبصلة برضو دبلت معايا، فهروح بقى حاطة الفاصوليا اهي بالشكل ده. بعد ما غسلتها كنت نقعاها انا في شوية مية وكده، عشان لو فيها حاجة ايه تطلع وكده. يعني احنا بنطبخ الموجود عندنا، مش لازم نكلف نفسنا عشان احنا هنصور فيديوهات وكده. احنا لسه طبعا القنوات بتاعتنا على قدنا، وقنوات لسه صغيرة وكمان سدة نفسنا يعني المشاهدات وكده، فاحنا بنطبخ الموجود عندنا، بنطبخ اللي احنا هناكله في يومنا وكده. فالحمد لله رضا، كل واحد بياخد نصيبه كده.
والقنوات دي برضو بتبقى رزق من عند ربنا، لو ليك رزق وكده مش هتاخدي غيره يعني. خلاص بقى كده احنا بحط بقى الفاصوليا كده، بصفيها من المية عشان انا ما كنتش مصفياها، كنت انا غسلاها وبعد ما غسلتها برضو سبتها في المية وكده. خلاص بقى اقلبها كده، افضل اشوح فيها كده بقى مع البصلايه مع الثوم، ما شاء الله ريحتها ما اقولكوش عامله ازاي. والله يا جماعه انا ما بقولكوش اي وصفه الا لما يكون انا يعني عارفه ان هي حلوه وان هي عجباني وكده، فبروح قايلها لكم. غير كده ما في وصفات ما بتعجبنيش، ما بحبش ان انا اعملها اصلا ولا اصورها ولا اي حاجه. فاي حاجه بنزلها وكده بتبقى طريقتها حلوه ومش مكلفه ولا حاجه. فلفل اسود واحط بهارات بس وملح. انا هحط بقى، حطيت البهارات والفلفل الاسود، احط بقى شويه ملح وعندي شوربه طبعا هحطها، بس لما تتسبك الطماطم والصلصه وكل حاجه تتسبك في الفاصوليا وكده. ده كله انا بشوح فيها حتى لونها اتغير كده، يعني لونها بان ان هو اتشوح على النار وكده. احط معلقه بابريكا بتدي طعم حلو قوي، حتى معلقه صغيره يعني عشان هو الطبيخ اللي عندي مش كتير وكده. التوم معايا والبصل احمر خالص اهوت مع التشويحه بتاعت الفاصوليا، فالبصل حطيت بقى الطماطم اهيت. هجيب بقى صلصة كده، هحط برضو عندي كيس صلصة كده هحطه. الصلصة بتدي الطبيخ طعم حلو كده، بتخلي الاكل طعمه حلو. فانا حطيته، ما حطيتش الكيس كله عشان خاطر ما تبقاش صلصتها زيادة وكده. خلاص بقى انا بعد ما تتسبك كده ازود شوية شوربة وخلاص واوريها لكم ان شاء الله. كده الفاصوليا بتاعتنا خلصت اهي، بسم الله ما شاء الله. لما تسبكت بقى وحسيت ان هي نشفت خالص، رحت انا بقى مزودها شوية شوربة مش كتير يعني حبة صغيرة. وهي الطبق بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون خفيف على قلبكم، ومع الف سلامة.